هل رأيتم ريالا واحدا استفاد منه المسلمين؟ مع أنها دولة غنية بالنفط، ودولة غنية بالغاز، ودولة غنية وكبيرة وضخمة، لكن لم نرى منها شيئا. فلماذا الميل إلى إيران؟ أتميلون إلى من يسب الصحابة ويكفرهم وتوالونهم، حتى بعضهم يرفع يديه هكذا: اللهم انصر إيران. نحن لا مع إيران ولا مع اليهود. اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وغانمين. أما العرب المسلمون في دول الخليج استفدنا منهم علميا، استفدنا منهم دينيا، استفدنا منهم في حفر الآبار وبناء المساجد وكفالة الأيتام، وهكذا. من منا لم يدخل في جوفه فلوس العرب ونعمهم؟ أما نتقي الله عز وجل؟ هذه المساجد التي تبنى في اللافتات المساجد، إما ترى السعودية أو قطر أو الكويت أو الإمارات، ألا ترون هذه الحقائق؟ هؤلاء الأيتام من يكفلهم؟ هذه المنظمات الضخمة عندنا في تشاد التي يديرها المسلمون، من أين يجدون هذه الأموال؟ جاءوا بهذه الأموال من إيران. إيران مولتهم. ما من قرية وما من قطر وما من مكان أنت تذهب فيه إلا وترى للسعودية فيها بصمة، وللقطر فيها بصمة، وللكويت والإمارات. أين الوفاء؟ لماذا يعطوننا هذه الأموال؟ هذه الأموال الضخمة ينفقونها. أتظنون أن العرب أغبياء؟ أتظنون أنهم يخرجون أموالهم سدى؟ كلا والله. هناك عقيدة يربطنا بيننا وبينهم، هناك دين، هناك شيء يربطنا بيننا وبينهم، وإلا ما رأينا هذا من إيران. فلماذا ننكر هذا؟ حتى بعضهم لا يستحي من الله، لا يخشى الله، هو يأكل من السعودية، من الإمارات، من الكويت، من هذه الدول الطيبة، ثم يقول والله هؤلاء هم مع اليهود والنصارى، وهؤلاء هم الذين يمولون اليهود والنصارى، وهؤلاء هم كذا وكذا. هذا لا يتقي الله عز وجل ولا يعرف قدره. فلهذا علينا أن نتقي الله أيها المسلمون. إن الروافض والعرب الخليجي كبين السماء والأرض. هذا افهموه جيدا، لأنه الآن كثير من المنحرفين عندنا هنا تبنوا. والعجيب أنا أسأل الذين يديرون المنظمات والجمعيات وهذه الأمور الخيرية، أين هم؟ أين دفاعهم للعرب؟ أين دفاعهم للسعودية؟ عندنا بعض الناس هنا في المنظمات يجني الآلاف بل الملايين، ملايين المميلة، بل يجد القروش، يعني بهذا يركب السيارات وعنده 4 نساوين 3 نساوين، عنده قروش ضخمة، والله ما وجدها إلا من الكويت أو من السعودية أو من قطر أو من إمارات. لا أبوه غني ولا هو غني. فلماذا ننكر المعروف؟ الآن لو سحبت العرب يدها أوقفوا الدعم، والله لترون العجائب هنا في تشاد. كم من الأمور الآن، والله إخواني من المفروض ندعو لهم في السجود، وندعو لهم عن ظهر الغيب، ونظهر ولايتنا لهؤلاء، ليس نفاقا ولا نريد أن نستميل قلوب الناس، لكن حقيقة. فلهذا أن نتقي الله عز وجل. في السعودية أن من سب صحابيا واحدا فإنه يغرم ويسجن، وفي الكويت كذلك، وفي قطر كذلك. لا تستطيع أن تتجرأ لواحد من الصحابة. هؤلاء يقولون أبو بكر في النار، عمر في النار. هي إيران هذه دولة رافضية، أصلا مذهب الرافضي أسسه يهود عبد الله بن سبأ، فماذا تنتظر منهم؟ هل رأيتم منهم نصرة؟ أم أنهم يحاربون مع اليهود ولا مع الأمريكان؟ خلاص نظهر ولايتهم. فعلينا أن نتقي الله أيها المسلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،
وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما نعمت، نستغفرك اللهم ربنا من جميع الذنوب والخطايا.